السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، وشهر مبارك يا رب. عندي اليوم إن شاء الله خلط عطرين مع بعض، اللي هو دنهل فريش، وعندي سوفاج بلاك. طبعا أنا بحط لهم قاعدة اللي هو هذا دهن تراد. أنا عندي عينات، بسوي عينة أولى وثانية وثلاث وأربع وخمس، خمس وأختار منهم واحد. طيب، مجموع العينة الواحدة 5 ملي، يعني من العطرين، عطر الدهن الفريش وعطر السوفاج بلاك. ودهن التراد هذا اللي هو بخليه زي مثل القاعدة، هذا أخليه يعني تقريبا 6 وشوي، يعني فوق نص ملي. جيد، يعني كل المجموع أقل من 6 ملي المجموع. نبدأ على بركة الله. العينة الأولى ناخذ 4 ملي من دهن فريش، و1 ملي من سوفاج، وثابت اللي هو بالنسبة للتراد، دهن تراد ثابت اللي قلت لكم 6.5، يعني عفوا، يعني أكثر من نص ملي، أكثر من نص ملي. هذا العينة الأولى. العينة الثانية ناخذ 3 ملي دهن الفريش، 1 ملي سوفاج، ونفس الشيء ثابت الدهن التراد. العينة الثالثة 2.5، اللي هو يعني مرحلة الالتقاء، 2.5 دهن الفريش و2.5 سوفاج. والعينة الرابعة نرجع ثانية 2 دهن الفريش و3 سوفاج. والعينة الأخيرة 1 ملي دهن الفريش و4 ملي سوفاج بلاك. ونشوف وش العينة المناسبة. أنا عندي عينات سويتها جاهزة وخليتها تقريبا يوم وشوي، وجربتها يعني أكثر من 3 مرات. وقع الاختيار صراحة اللي راقلي عينة رقم 1، وهذه مكوناتها اللي هي عينة رقم 1. وأيضا احترت بين عينة اللي هي رقم 4، عينة رقم 4 أيضا، وهذه مكوناتها عينة 4. فأبى أسوي منه عطر اللي هو عينة رقم 1 إن شاء الله 50 ملي، نفس النسب هذه. الآن خلاص أخذ عينة رقم 1 وأشتغل عليها 50 ملي هذه، وبشيل أغراضي هذه بس خلاص. بسوي العطر بالقنينة هذه أو زجاجة 50 ملي طبعا. طبعا يعني وصلت اللي هو دهن الفريش بحط 11.5 ملي، وسوفاج بلاك 2.5، ودهن تراد 2 جرام أو ملي قطع، وبعدين قطرة خشب الصندل آخر شيء. يعني العطر الزجاجة 50 ملي، ونسبة الزيوت تقريبا تكون لا إله إلا الله 30% تقريبا. الآن دهن تراد بخليها 2 ملي تقريبا. بس أرجع لكم عشان الفيديو ما يطول. تراد خلصت منه خلاص، نجي الدنهل. بسم الله. دنهل خلاص حطيت 11.5 الآن. طبعا لازم نظفه اللي هو المذيب أو الكحول، يعني ما يصلح استخدم. الحين سوفاج أحط 2.5. أرجع حطيت سوفاج بلاك 2.5. الآن نضيف المذيب أو الكحول. أحط 35 ملي من المذيب وارجع لكم الآن. خلاص حطيت الآن 35 من المذيب. بضيف له قطرة من خشب الصندل، قطرة واحدة بس كافية. أنا هذا هو جاهز. قبل تعتيقه والحوسة هذه أبحطها بالجهاز الآن. بسم الله. خليه يخلط ساعات في العلبة المغناطيسية، خليه وأغلقه. مهم جدا أني أسكره
عشان ما يتطاير، سكره بإحكام، أغلقه بإحكام وخليه ساعات. بس الآن خلاص استودعها الله، ناخذ قيلولة ونخليه ساعات ونرجع نعبيه بالزجاجة. انا ما بغيبش كده يا انت، انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. انا ما بغيبش كده يا انت. بعد ساعات عدنا، بس نفرغ العطر بالزجاجة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خلاص هو 50 ملي تقريبا تمت التعبئة. الآن أكبسه عندي بالمكبس، وبعدين باليدوي الكلر هذا أكبسه يدوي. الحين هنا أمسك بيدي هنا، ويدي الثانية أضغط على هذا فوق. خلاص تم كبس العطر بنجاح، نتأكد ما فيها أي تسريب ولا حاجة. انتهينا الآن، بس بقي المرحلة الأخيرة اللي هي الكلر، وهذا أمره سهل بالمكبس اليدوي. هذا المكبس اليدوي نضغط عليه بالطريقة هذه. هذا المكبس اليدوي نكبس عليه بالطريقة هذه. خلاص بخليه إن شاء الله. هو المفترض يعني للتعتيق أو للتخمير أو للتخزين، يصير مثلا في مكان بعيد عن الضوء وتكون عن الشمس، يعني بالدلوب مثلا تخليه مدة من أسبوعين لشهر. بعضهم يحطه بالفليزر 3 أيام 4 أيام. على كل حال تعددت الأسباب والعطر واحد.